مشاهدينا الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم من الفضاء الإريتري. نحييكم ونقدم إليكم نشرة الأخبار لهذه الفترة، والتي نستهلها بأهم وأبرز العناوين. الكونفدرالية الوطنية لعمال الإريترية تنظم ورشة عمل تحت شعار الإنتاجية عبر المشاركة الواعية. تنظيم سباقات للسيارات والدراجات النارية بمناسبة ذكرى الاستقلال. تنظيم أنشطة للحفاظ على المياه وصيانة التربة في مديرية قالا نفحي. حكومة بنين تعلن مقتل 54 جنديا في هجوم شنه موالون للقاعدة شمال البلاد. تبادل إطلاق النار بين الهند وباكستان على خط المراقبة في كشمير. وزير خارجية الصين وسويسرا يدعوان إلى التمسك بالتعددية والتجارة الحرة. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. نظمت الكونفدرالية الوطنية لعمال إريتريا يومي 22 و 23 من أبريل الجاري ندوة وورشة عمل تحت شعار الإنتاجية عبر المشاركة الواعية، وذلك بمناسبة يوم العمال العالمي. وأوضح رئيس فرع بحوث التراث الأثري بمفوضية الثقافة والرياضة الدكتور تسقاي مدين في عرضه التقديمي الذي قدم فيه موارد التراث الثقافي للبلاد أعمال البحث التي أجريت بطريقة علمية بمراحل مختلفة، والتي شملت التاريخ الممتد منذ حوالي 27 مليون سنة وحتى تاريخ إريتريا الحديث. وقال الدكتور تسقاي مدين أن محتوى التراث الثقافي كما هو الحال في جميع القطاعات يلعب دورا مهما في تعزيز الوحدة وإبراز الهوية في مسيرة التنمية بالبلاد، مشيرا إلى أن الثروة التاريخية من التراث الثقافي للمجتمع الإريتري وتلعب دورا كبيرا في ضمان بقائه ومستقبله. وحث الدكتور تسقاي على احترام وتقدير التراث الثقافي الذي أنتجه المجتمع الإريتري القديم في مراحل مختلفة باعتباره محصلة لجهود العمال الأوائل وضرورة الحفاظ عليه ونقله للجيل الحالي. وفي الوقت نفسه أقيمت ندوة حول السلامة والصحة في العمل بمشاركة ممثلين عن الكونفدرالية الوطنية للعمال ووزارة العمل والضمان الاجتماعي ووزارة الصحة ومؤسسة بيشا للتعدين وشركة عنبربر. وخلال الندوة التي ركزت على معنى السلامة والصحة في مكان العمل ووضعها الحالي في مؤسسات الدولة والتحديات والمقترحات، تبادل المشاركون تجاربهم فيما يتعلق بظروف العمل. وقال رئيس اتحاد موظفي مقدمي الخدمات السيد ميكائيل مبرختو أن اتحاد مقدمي الخدمات يعمل من حيث المبدأ على ضمان السلامة والصحة في مكان العمل. نظمت مفوضية سباقات السيارات والدراجات النارية اليوم سباقات بمناسبة الذكرى 34 للاستقلال المجيد في ساحة بيت قرقيش بأسمرة. شارك في السباقات التي استغرقت حوالي 4 ساعات و73 متنافسا، من بينهم 3 سيدات و10 من متسابقي الدراجات النارية و10 مبتدئين تنافسوا ضمن 3 فئات حسب فئات مركباتهم. وبناء على ذلك تنافست 63 سيارة سعة 1000 وحتى 2000 سنتيمتر مكعب في 8 مجموعات متفرقة، وتنافست 10 دراجات نارية سعة 125 و 175 سنتيمتر مكعب في فئتين متتاليتين. وتم توزيع الجوائز على الفائزين من المركز الأول وحتى المركز الثالث في جميع الفئات المتنافسة. تم تجهيز مركز علاج وتقويم عظام الأطفال في مستشفى أوروتا الوطنية المرجعي بمبنى جديد ومعدات حديثة مما مكنه من تقديم خدمات أفضل. وقال رئيس القسم السيد تسفاء مرأيا لوكالة الأنباء الإريترية أن الخدمة كانت تقدم في السابق في غرفة صغيرة، ولكن الآن تم إعداد 4 غرف، كما تم تركيب معدات حديثة بالتعاون مع جمعية أركيميد الألمانية. وقال تسفاء أن علاج تقويم أقدام الأطفال يعمل بشكل فعال في البلاد منذ عام 2005، مشيرا إلى أن المركز يستقبل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عامين من جميع أنحاء البلاد، بينما يتم إرسال الأطفال الذين تتجاوز أعمارهم العامين إلى مستشفى حليبة لإجراء العمليات الجراحية. وأضاف أن الأطفال الذين يتلقون العلاج في المركز يتعافون خلال 8 أسابيع مع العلاج التصحيحي الأسبوعي، ويتم متابعتهم حتى بلوغهم سن 4 سنوات. وأضاف أن مركز تقويم أقدام الأطفال لديه فروع في كرن وبارنتو وعالدقيح، مشيرا إلى أنه يستقبل ما يصل إلى 90 طفلا سنويا ويجري عمليات جراحية مجانية.
يقوم سكان ضاحية سالع دعرو بمديرية قال نفحي بنفير جماعي للحفاظ على المياه وصيانة التربة. وأوضح مسؤول الزراعة بالمديرية السيد هبتماري أمنعي أنه قد تم بناء حوالي 80 ألف متر من القنوات الزراعية وأكثر من 9,000 متر من القنوات الحوضية، بالإضافة إلى تشييد وصيانة حواجز بأكثر من 7,000 متر مكعب حتى الآن، مشيرا إلى أنه سيتم تشييد خزان للمياه في قلعي. وأضافت خبيرة الحفاظ على المياه والتربة شابة يوهانا عندوم أن العمل الجاري يأتي ضمن خطط وزارة الزراعة المستمرة حتى عام 2028، مضيفة أن برامج قرص الأشجار ستتم خلال فصل الصيف المقبل. وأشاد مدير مديرية قال نفح السيد محاري يوهنس بدور المرأة ومساهمتها في العمل الذي يتم إنجازه، وكذا كافة المواطنين والإداريين. وأعرب السكان عن أملهم في أن تسهم هذه البرامج في حل مشكلة نقص مياه الشرب. تم تأهيل أبناء الشهداء واليتامى من الشباب في مديرية أفعبت بتدريبهم لمدة 4 أشهر في أعمال النجارة والحدادة. وأشاد مسؤول فرع الاتحاد الوطني للشباب وطلبة إريتريا الشاب موسى محمد سعيد بتعاون مؤسسة الأفراح للنجارة والحدادة، مناشدا أصحاب الممتلكات والمحال التجارية بالقيام بمبادرات مماثلة لتأهيل المزيد منهم. وأشار إلى أن الشباب الذين حصلوا على هذه المنحة التي استغرقت 4 أشهر هم طلاب يواصلون الدراسة في الصف الثامن والتاسع والحادي عشر، وقد تم اختيارهم بعد القيام بدراسة وضعهم بمبادرة من فرع الاتحاد الوطني للشباب والطلبة بمديرية أفعبت بالتعاون مع إدارات الضواحي والجهات المعنية الأخرى. وأوضح صاحب مؤسسة أفراح السيد هيثم إدريس أن التدريب شمل إنتاج تصاميم مختلفة بالخشب والحديد إلى جانب التعرف على أدوات النجارة والحدادة، مؤكدا حصول العديد منهم على فرص عمل تمكنهم من تحسين وضعهم المعيشي. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، فابقوا معنا. مرحبا بكم على صيد العالمي. أعلنت حكومة بنين أن حصيلة الهجوم الذي استهدف في 17 من أبريل مراكز عسكرية في منتزه دبليو بلغت 54 قتيلا من الجنود، في أكبر خسارة يتكبدها الجيش منذ اندلاع التمرد في شمال البلاد. وأوضح المتحدث ويلفرد لياندر هونغ بيجي خلال مؤتمر صحفي في كوتونو أن العدد ليس 70 كما تم إعلانه مسبقا، في إشارة إلى بيان جماعة نصرة الإسلام والمسلمين التابعة لتنظيم القاعدة والتي تبنت الهجوم وأعلنت آنذاك مقتل 70 جنديا. وأشار أن الحكومة تواصل تعزيز حضورها العسكري على الحدود المشتركة مع بوركينا فاسو والنيجر. وسبق لبنين أن نشرت في يناير 2022 نحو 3000 جندي لحماية الشريط الحدودي، ثم أتبعتهم ب5,000 آخرين لدعم الأمن في الشمال. وشهدت المنطقة نفسها في يناير الماضي هجوما أوقع 28 قتيلا من قوات بنين وحمل توقيع الجماعة المرتبطة بالقاعدة. وسط تصاعد التوتر بين الهند وباكستان في أعقاب الهجوم الدامي على السياح في بهالغام، أعلن مسؤول في كشمير الخاضعة لإدارة باكستان أن الجانبين تبادلا إطلاق النار ليلا على طول خط المراقبة الذي يفصل بين البلدين. وقال سيد أشفاق جيلاني وهو مسؤول إداري في الشطر الباكستاني من كشمير في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية أنه تم تبادل إطلاق النار بين المواقع العسكرية في وادي ليبا. وأشار إلى أن الحادثة جرت في المنطقة الواقعة شرق مدينة مظفر أباد المركز الإداري لكشمير التي تديرها باكستان على بعد نحو 95 كيلومترا. وأكد جيلاني أن إطلاق النار لم يستهدف المناطق السكنية، موضحا أن الحياة تسير بشكل طبيعي والمدارس ما زالت مفتوحة. هذا ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات في الحادث. التقى وزير الخارجية الصيني وانغ يي عضو المجلس الفيدرالي السويسري ووزير الخارجية إيجان زيو كاسيس في بكين. وقال وانغ وهو أيضا عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني أن الصين وسويسرا باعتبارهما داعمتين قويتين للتعددية والتجارة الحرة يتعين عليهما العمل معا لمواجهة تحديات تفكيك العولمة وحماية الحقوق والمصالح المشروعة لجميع الدول. وأعرب كاسيس عن استعداد سويسرا لتعزيز التعاون مع الصين بموقف عقلاني وعملي وتعجيل المفاوضات بشأن تحديث اتفاقية التجارة الحرة الثنائية، مضيفا أنه يجب على المجتمع الدولي التكاتف للدفاع عن التعددية والتجارة الحرة. وتبادل الجانبان أيضا وجهات نظر متعمقة
بشأن قضايا مثل القضية الأوكرانية والوضع في الشرق الأوسط. في الخبر الأخير، أرسلت الصين 3 رواد فضاء إلى محطتها الفضائية المأهولة بشكل دائم، وذلك في رحلتها الفضائية المأهولة 15 والعشرين بشكل عام ضمن برنامج شينتشو الذي بدأ قبل أكثر من 3 عقود. ووفقا للتلفزيون المركزي الصيني، فقد انطلقت المركبة الفضائية سينتشو 20 وطاقمها على متن صاروخ من طراز لونغ مارش 2F من مركز جيوشوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية في شمال غرب الصين. وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا بعد ذلك بوقت قصير بنجاح الإطلاق. يأتي هذا الإطلاق في الوقت الذي تجذب فيه الصين المزيد من الدول للتعاون معها في مجال الفضاء بفضل تقدمها في استكشاف القمر والفضاء. في نهاية نشر لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. الكونفدرالية الوطنية لعمال إريتريا تنظم ورشة عمل تحت شعار الإنتاجية عبر المشاركة الواعية. تنظيم سباقات للسيارات والدراجات النارية بمناسبة ذكرى الاستقلال. تنظيم أنشطة للحفاظ على المياه وصيانة التربة في مديرية قارة نفحي. حكومة بنين تعلن مقتل 54 جنديا في هجوم شنه موالون للقاعدة شمال البلاد. تبادل لإطلاق النار بين الهند وباكستان على خط المراقبة في كشمير. وزيرا خارجية الصين وسويسرا يدعوان إلى التمسك بالتعددية والتجارة الحرة. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.